الناس كلها بتجري تشتري فضة. طب ليه؟ وايه اللي بيحصل؟ وايه اللي ممكن يحصل؟ ركز بقى معايا وصلي على النبي كده عليه الصلاة والسلام. بص، الفضة كانت نايمة في العسل بقالها فترة، والناس كلها مركزة على الذهب، بس فجأة بدأت تصحى. ليه؟ علشان في حاجة اسمها نقص في المعروض، يعني الفضة بقت أقل في السوق، ومع كده الطلب الصناعي عليها بيزيد كل يوم. ببساطة الشركات والمصانع عايزة فضة أكتر ومفيش كفاية. النتيجة طبعا هتكون إن السعر يبدأ يتحرك لفوق. طب وبعدين؟ الناس اللي بتفهم السوق كويس خدت بالها إن الفضة كانت متأخرة عن الذهب في السباق، وبدأت تتحرك دلوقتي علشان تلحق. بقى في تداول نسبي، يعني الناس بتبيع ذهب وتشتري فضة لأنهم شايفين إن لسه فيها فرصة تكسب. طب تعمل انت دلوقتي؟ لو انت بتفكر تستثمر لازم تتابع اللي بيحصل. السوق بيتغير بسرعة، واللي بيفهم بدري هو اللي بيكسب. لو شايف ان الفيديو دوت فادك اعمل له لايك علشان يوصل لعدد كبير من الناس، واشترك في القناة علشان يوصل لك كل جديد، وخليك دايما سابق بخطوة.